القصة دي عن ليه أكبر فرصة للنمو مش في الناس اللي بتشتري منك، لكن في الناس اللي عمرها ما فكرت تشتري منك أصلا. في بداية الألفينات سوق الجيمنج كان داخل حرب شرسة. سوني نازلة ببلاي ستيشن 2 مكسرة الدنيا، مايكروسوفت نازلة بإكس بوكس واللي كان ثوري وقتها، والشركات كلها كانت بتحارب على فئة واحدة، فئة الجيمرز. وهنا الصحافة بدأت تسأل هل نينتندو هتفضل منافس رئيسي في سوق الجيمنج؟ وهنا ظهر ساتورو إيواتا، مطور برمجيات عبقري استلم رئاسة نينتندو في الوقت الحرج ده، وسألهم سؤال واحد غير تاريخ الشركة للأبد: احنا عمرنا ما كنا شاطرين في المنافسة، احنا ليه بنلعب في ملعبه؟ بدل ما تخش في حرب في الاستيلاء على العملاء اللي موجودين بالفعل، وسع السوق واخلق طلب من ناس ما كانوش عملاء اصلا. فبدل ما يسألوا الجيمرز عاوزين ايه، سألوا ايه اللي مانع باقي الناس يكونوا جيمرز. وهنا نينتندو وصلت لاستنتاج بسيط جدا: المشكلة ما كانتش في ان الجيمنج محتاج يكون اقوى، المشكلة ان الجيمنج بقى حكر على فئة معينة وصعب اي حد من بره يدخله. وفي 2006 نينتندو اطلقت جهاز الوي، ما فيهوش جرافيكس ضخمة، حتى تصميم جهاز التحكم ما كانش زي الكنترولر العادي، هو كان شبه الريموت العادي بتاع التلفزيون. حتى الاسم وي جاية من احنا، وحرفين الاي السمول كأنهم اتنين بيلعبوا مع بعض. نينتندو نزلت الناس وقالت لهم عايز تلعب تنس، امسك ريموت كأنه مضرب والعب تنس. نينتندو ما كانتش بتحاول تقنع الناس يشتروا كونسول جديد، هي شالت العائق النفسي والتقني اللي كان مانع ملايين الناس من انهم يستخدموا الكونسولز اصلا. وبقدرة قادر الأب بقى بيلعب مع عياله، والأم بقى بتخش منافسات مع أطفالها. الوي باع أكتر من 101 مليون جهاز حول العالم، واكتسح مبيعات بلاي ستيشن 3 وإكس بوكس 360. أول مرة سمعت القصة دي افتكرت إن نينتندو نجحت عشان خرجت بره المنافسة، لكن لما دورت أكتر اكتشفت إن العبقرية ما كانتش في الوي، العبقرية كانت في السؤال اللي اتسأل قبل ما ينفذوا الوي. بينما السوق كله كان بينادي على الجيمر وبيقول له إزاي نديك اكسبيرينس أحسن، وي سألت باقي الناس وقالت لهم انتوا ليه مش جيمرز؟ وساعتها فهمت ان اكبر فرصة للنمو مش في الناس اللي بتحبك وتفهمك، لكن في انك تفهم ليه الباقيين عمرهم ما اختاروك.